معالم ومعارف خالد الباكر البرازي، منشورة بجريدة الفداء ب 15 تموز 2018. ولد في حماة عام 1865 وتلقى علومه في اللغة والشريعة على أيدي كبار العلماء والفقهاء. اشتغل منصب رئيس بلدية حماة عام 1899 لمدة 2 سنين، وكان معروفا عن التواضع وتلبية حاجة كل من يقصده. انتخب نائبا في مجلس المبعوثان العثماني عام 1902 لعدة دورات. كان له اليد الكبرى في إنقاذ مشايخ حماة خالد الزعيم والقاضي مصطفى حداد والعلامة توفيق الشيرازي الصباغ من حكم الإعدام بتهمة مساندة الجمعية المحمدية وعودتهم إلى الوطن سالمين، من كتاب ثورة حماة 1925 مؤلفه محمد سعيد الزعيم صفحة 13. ولدى عودته إلى حماة بأول زيارة خرجت حماة عن بكرة أبيها لاستقباله في محطة القطار. ألقى خطابا ناريا في مجلس المبعوثان العثماني عام 1912، تم على إثر إلغاء الفرمان السلطاني القاضي بضم طرابلس الغرب إلى إيطاليا، مجلة الصياد اللبنانية العدد 2515، واعتبرته ليبيا بطلا من أبطالها، وكان صورته معلقة في المتحف الوطني بطرابلس، كما منحه العقيد القذافي وسام الجماهيرية برتبة فارس عام 1983. توفي عام 1913 إثر مرض عضال، وشيع بموكبا مهيبا رسميا وشعبي، وقد حالفه الحظ بوفاته في ذلك التاريخ، إذ لو كان باقيا على قيد الحياة فإنه سيكون حتما أحد شهداء 6 أيار 1916 بسبب تهجمه الدائم في مجلس المبعوثان على جمال باشا السفاح.